نهضة بركان بالمعابر البلدي لبركان. المباراة شهدت التقدم المبكر للفريق البيضاوي الذي تمكن من تسجيل هدف السبق منذ الدقيقة 6 بواسطة اللاعب مابيدي الذي سدد بطريقة محكمة لم تترك أي مجال للحارس. البركانيون ومن جهتهم حاولوا العودة في النتيجة، ومنذ الدقيقة 9 بدأوا محاولاتهم ضد مرمى أنس أزنيتي، وهنا محمد أول كاد يساهم في تحقيق التعادل ضد فريقه. الضغط البركاني سيستمر، ومحاولة أخرى في الدقيقة 19 باءت بالفشل. وأخطر المحاولة للبركانيين في الشوط الأول جاءت في حدود الدقيقة 23، لكن القائمين الأيمن والأيسر حالا دون تحقيق التعادل. الشوط الثاني سيشهد إذن تسجيل الهدف الثاني في المباراة والأول لفريق نهضة بركان عن طريق عبد المولى بالرباح، وذلك عند الدقيقة 63 عن طريق ضربة جزاء. بعد ذلك سيسجل الفريقين محاولتين بارزتين، الأولى في الدقيقة 70 لصالح الرجاء البيضاوي، والثانية لصالح أصحاب الأرض بعد دقيقتين لكن دون تهديف. أكيد المقابلة كانت قوية، واللي كنشوف أنا كفريق رجاء، لأن فريق رجاء احنا جينا على اساس باش نحققوا نتيجه الفوز، وشفتوا بانه من الوهله الاولى وبادرنا الهجومات، واظن بانه سجلنا وكنا نسجلوا، ولكن حتى فريق نهضة بركانيه فريق اللي محترمناه لانه له مقومات الفريق اللي يقدر يحتل المراتب، والدليل بان المراتب اللي كيحتلها يعني والمنافسه كتكون قويه داخل وخارج الميدان ديالو. فالمباراه ما كانت سهله، عرفنا الخصم كينتعش في الدورات الاخيره، حققنا نتائج جد ايجابيه، حاولنا اننا نضغطوا على الخصم ونسجلوا الهدف في اول المقابله، مي حتى العكس، وهذا خلانا باش اننا نعيدوا نرتبوا الاوراق ديالنا دوزيام ميطا. فالحمد لله بالظفر ديال الجمهور واللاعبين في وسط الميدان رجعنا في المقابله وسجلنا هدف التعادل. هذه كره القدم فيها اخطاء، فالحمد لله اليوم تنظن بانه كانت مباراه في المستوى، كانت فيها واحد النديه، كان واحد الريتم. فريق نهضة بركان فريق يعني ماشي سهل، فريق اللي يستاهل هذا المركز اللي فيه هو، والحمد لله فمشوار باقي شويه طويل، تنتمنى ان شاء الله باش نعاودوا التعادل في مباراه الديربي ان شاء الله. لتنتهي المواجهه بالتعادل الايجابي، هدف لكل فريق، وهي النتيجه التي جعلت فريق الرجاء يتقاسم مؤقتا المركز الثاني مع الوداد البيضاوي ب41 نقطه.